سايبه بيتي وعيالي، عليا ديون، عليا قروض، وسايبه بيتي ومحدش يعرف عنها حاجه. دي اخطر حاجة ممكن عينك تشوفها. اتدمرت، مفيش، الديون كترت عليا، ناس جايبين له قروضه مفكرين. فيها انا نفسي اقعد في وسط عيالي ومرتاحه وافتح مصلحه واكل بها بالحلال. انا عايزه اكل مصلحه بالحلال اللي انا اسد ديوني. انا مش عارفه اقعد في وسط عيالي والله العظيم، نفسي وحشوني ان انا اقعد في قعده في بيتي في الامان. مش عارفه والله العظيم، ما انا عارفه اقعد في الامان. الناس بتيجي ما عادش حاجه عندي. انا عيالي كل يوم بياكلوا فول وطعميه، مفيش عندهم بوتاجاز ولا انبار، كل ده اتباع. والناس كل يوم بتيجي تبهدل بنتي وتخبط على البيت ومبهدلينهم هناك. بس تبقي تصلي على النبي. على السلام. كل اللي حصل ده متصور والناس دلوقتي شايفينك وسامعينك، فابشري من عند ربنا. يا رب ابشري من عند ربنا مش من عندك. يا رب يا رب. ممكن تصلي على النبي. على السلام. في اي مشكله ان انا لو زعت الفيديو ده؟ لا، يمكن الناس تحن عليا وان انا بس ارجع اقعد في وسط عيالي. ان شاء الله يا رب. انا والله العظيم ما كنت كده، والله العظيم ما كنت كده، بس اعمل ايه؟ انا لوحدي بعد ربنا سبحانه وتعالى، انا لوحدي. طبعا انت عارف شعور البنت بتبقى عامل ازاي، وده 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 وده. انا عندي ابني الكبير تعبان، عنده دوالي وقرحه في رجليه من فوق لتحت، رجليه متبهدله الاتنين. ربنا يشفيه يا رب. يا ريت يا جماعه كل اللي يشوف الفيديو يصلي على النبي ويعمل مشاركه للفيديو. اللي مش هيقدر يساعد واللي يقدر يساعد بحاجه يتواصل معانا، نديله رقم ام محمد اللي ربنا يقدره عليه. السلام عليكم.